قررت ان انت يا جماعه هتخلى عن منصبي كسي او وعايز اتكرس لفاليو وهمسك فاليو بس. وكان تحتيك 10 شركات وسبتهم وقررت ان انت تركز مع فاليو. هو انا شايفه ان ده قرار جريء، في جزء منه ايجو كشخص، في جزء منه انت قلت ان هو كفايه، في جزء منه مالي ان انت مرتبك ساعتها او بتهيألي حاجه زي دي تاثرت. طبعا ده كده اثر. ايه بقى يعني ايه اللي خلاك تاخد قرار جريء زي ده؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه انا حاولت اجيب حد توران فاليو بكل الطرق ولم انجح. حصل ارتباط عند ناس كتيره قوي ما بين الشركه وما بيني. هو دلوقتي فاليو وليد حسونه لا مش عايز اقول كده خالص، مش دي الحقيقه، مش دي الحقيقه. ما ده برضه هقول لك حاجه على القصه دي مش حقيقيه، بس حصل ارتباط نفسي مع الناس انها رابطه الشركه بيا انا. ما فيش حد عايز يجي يران ذا كومباني because I will always overshadow him. يعني هما دايما هيبقوا تحت خلاص وليد حسونه، حتى لو انا استقلت من كل مناصبي وقعدت في البيت هو برضه هو مش هيبقى. فدي كانت مشكله كبيره قوي ان احنا نجيب حد كويس يمسك الشركه، وانا ما بقدرش اجيب حد نص نص.